أول ما رجع البيت لقى باب الأوضة بتاعته مفتوحة. استغرب لأنه كان متأكد إنه قفله قبل ما ينزل. دخل بهدوء ولقى كل حاجة مكانها طبيعي، بس في حاجة كانت غلط. الدرج كان مفتوح سنة صغيرة، كأن حد فتشه بسرعة ورجع قفله. وقف مكانه شوية وقلبه بدأ يدق بسرعة. فتح الدرج، الفلوس موجودة، السلسلة موجودة، حتى الساعة مكانها، لكن الورق بتاعه اختفى. ورقة صغيرة جدا من ضمن الورق كان مكتوب فيها حلمه بعد ما 5 سنين هبقى ناجح. ضحك وقتها على نفسه وحط الورقة في الدرج من 2 سنين، بس المفروض محدش يعرف حاجة عن الورقة دي حاجة. فضل طول الليل يفكر مين دخل ومين خد الورقة دي بالذات وليه. تاني يوم وهو نازل الشغل لقى ظرف صغير قدام باب البيت. فتح الظرف بسرعة ولقى الورقة اللي كانت اختفت جواه، لكن فيها جملة مش بخطه زيادة عن الجمل اللي كان كاتبها: أحلامك مش هتتحقق وهي مستخبية في الدرج. سكت وبص للورقة بتاعته فترة طويلة، لأن الجملة دي ضربته في مكان وجعه الحقيقي. هو فعلا عنده أحلام، بس طول عمره مستني الوقت المناسب، مستني يبقى جاهز، مستني الظروف، مستني الخوف يختفي، وفي الآخر السنين هي اللي عمالة تختفي. وفي اللحظة دي فهم حاجة مهمة جدا، إن الحلم ممكن يتخزن لسنين من غير ما ياخد حتى خطوة واحدة. بيتحول بالتدرج لندم حقيقي. ومن يومها بدأ، مش لأنه شجع أو بقى شجاع فجأة، لكن لأنه فهم إن الخوف عمره ما هيختفي بالكامل، وإن أسوأ قرار مش إنك تفشل، أسوأ قرار إنك ما تحاولش أصلا. وأنا هبقى أحكي لك الفكرة.